إزاي نخس في رمضان وناكل 3 مرات أو أكتر، ده وقت الفطار بس. عايزك تركّز معايا في الفيديو ده لإني هاقول لك على معلومات هتفرق معاك جدًا لو طبّقتها، وحقيقي هتلاقي نفسك بتنزل وزن على نهاية الشهر يعجبك جدًا، وفي الآخر هاقول لك تريكات هتفرق برضه معاك جدًا. يالّا نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، إزيكم؟ أنا يوسف. في الفيديو بتاع النهارده هنتكلم عن إزاي نخس في رمضان، وإيه الحاجات اللي نخلّي بالنا منها ونطلع على نهاية الشهر خاسين وزن كويس، ومش بس كده، كمان الحاجات اللي إحنا هنطبّقها خلال وقت فطارنا في رمضان بإذن الله، دي حاجات هنقدر نطبّقها حتى بعد رمضان، وبرضه هتخلّينا نخس وزن بنسبة كويسة. فيالّا نبدأ واحدة واحدة مع بعض. الحاجة الأولى اللي إحنا عايزين نبدأ بيها وهو يا صديقي السكر. لازم عشان تخس وزن سواء أنت في رمضان أو غير رمضان أو عشان تنزل أي نسبة دهون في جسمك، لازمًا تقلل السكر جدًا، 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 يكاد يكون ممكن تمنعه لو أنت تقدر، لو أنت مش قادر تمنعه قلل السكر، لأن السكر لوحده، السكر والحاجات اللي بتتقلي في الزيت وكمان الدقيق، ال3 حاجات دول كفيلة جدًا تخلّيك ما تقدرش تنزل أي وزن. فأنت خلّيك فاكر إن سكر، زيت أو حاجات بتتقلي في الزيت، وكمان حاجات معمولة بالدقيق الكتير زي المعجنات والفينو وكل الكلام ده، على قد ما تقدر قلّلهم جدًا، جدًا، عشان دي نقطة مهمة، وبعدها هتبدأ تشوف خطوات حقيقية وأنت بتنزل في وزنك. دي الحاجة الأولى اللي كنا لازمًا نبدأ بيها سريعة كده، حاجات لازمًا نقللها على قد ما نقدر. طيب الحاجة التانية، خلّينا نبدأ من أول وقت دخول أذان المغرب علينا، المفروض إن ده الوقت اللي إحنا بنجهّز فيه للفطار، زي ما إحنا قُلنا خلاص نقطة مفروغة إن الحاجات اللي فيها سكر كتير دي إحنا بنقللها، وده معناه إن لمّا آجي أفطر مش هافطر حاجة فيها 50 معلقة سكر، ممكن معلقة واحدة أو أقل لو تقدر، ده هيكون أفضل. لمّا أذان المغرب يبدأ يدخل علينا وإحنا هنا بنكون في وقت مدفع الإفطار زي ما بنقول في مصر. خلّي بالك إن مدفع الإفطار لمّا بيضرب ده معناه إن أنت بتجهّز للفطار، مش معناه إن هو بيضرب في بُقّك، لإن في ناس لمّا مدفع الإفطار بيضرب أو الأذان بيأذّن بمعنى أدق، بتلاقي فجأة نُص الأكل اللي كان موجود اتنقل للمعدة، ما تعرفش ده حصل إزاي. فأنت خلّيك حريص إن إحنا المفروض بنمهِّد لمعدتنا كل حاجة واحدة، واحدة، مش بنصدم جسمنا، لإن برضه حقيقي في ناس متخصصة إن هي تصدم جسمها، بمعنى كلمة صدمة حقيقية. فنرجع لنقطتنا إن إحنا بنمهِّد لمعدتنا واحدة، واحدة، إن إحنا كده بدأنا نفطر. طيب يا يوسف يعني المفروض نعمل إيه؟ المفروض إن إحنا بنفطر على أي حاجة قليلة من السكر زي ما قُلنا أو بلاش سكر خالص، زائد مثلًا 3 بلحات أو حتى مَيّة و3 بلحات، وبعدها الأفضل إن إحنا نقوم نصلّي. طيب ليه؟ يا يوسف أنا جعان دلوقتي والدنيا مش أفضل حاجة، هاقول لك تمام، بس خلّيك فاكر إن إحنا قُلنا لازمًا نمهِّد لمعدتنا، أنت على الأقل بتشرب كوبايتين من العصير اللي هم قليلين سكر أو مَيّة زائد ال3 بلحات أو زي ما أنت عايز، وبعدها تقوم تصلّي. لمّا تقوم تصلّي هنا أنت بتدّي جسمك وقت حوالي 10 دقايق مش أقل من كده، إن إحنا بدأ في حاجات بتدخل جسمنا، في أكل بدأ يدخل جسمنا، فالجسم بيبدأ يتمهِّد للنقطة دي. فدي النقطة الأولى، إن إحنا شربنا كوبايتين من السوايل وبعدهم 3 بلحات وبعدين قُمنا حوالي 10 دقايق أو ربع ساعة عشان نصلّي، وبعدها رجعنا بقى عشان ناكل. الأكل المفروض يمشي إزاي؟ بعد ما إحنا أكدنا إن مدفع الإفطار مش بيضرب في بُقنا، لأ، مدفع الإفطار بيضرب برّه وإحنا بنبدأ ناكل واحدة، واحدة. الأكل بيمشي عن طريق إن أنا بابدأ أكلي بشوربة أو بسوايل في الأكل، لو أنت بتقدر تشرب مَيّة وسط الأكل بالمناسبة دي حاجة كويسة لو أنت عايز تخس، دي حاجة ما لهاش علاقة إن هي بتطلّع كرش أو بتعمل عُسر هضم غير لو أنت طبعًا زوّدت مَيّة كتير أو أي حاجة من الحاجات الشائعة عن المَيّة وسط الأكل مش مُضرة، لو أنت بتشرب على مدار الأكل بُق في بُق والدنيا ماشية معاك بسيطة، دي حاجة كويسة جدًا لإن هي أصلًا بتحسّسك بالشبع. فأنت المفروض إن أنت بتبدأ أكلك بسوايل أولًا، ثانيًا وهي السلطة، وبعدين أكلك عادي خالص. بس في نقطة خلّيك حريص فيها، النقطة دي هتتكرر معانا كتير وهو نقطة الكارب. الكارب ده اللي هو زي الرز والبطاطس والبطاطا والشوفان وكل أنواع الكارب اللي إحنا عارفينها. خلّيك فاكر إن طالما أنت برضه عايز تخس، الكارب لازمًا يكون قليل على مدار يومك، وهنا هنيجي لنقطة طيب لمّا الكارب يكون قليل أنا المفروض أعتمد على إيه؟ هاقول لك يا صديقي هنا أنا باقول لك قليل مش تمنعه، لإن الكارب بالتحديد عشان تمنعه دي حاجة صعبة جدًا، وهتدخّلك في mood مش كويس. فإحنا بنعتمد على إن أنت أكلك يكون في الأساسي زي ما قُلنا في شوربة، في سلطة، وكمان في البروتين بتاعك سواء كان بيض أو لحمة أو فراخ أو أيًا كان البروتين بتاعك هو إيه، وكمان في كارب. وهنا يستحسن إن الكارب بتاعك وقت الفطار يكون كارب سريع الهضم زي إيه، زي الرز الأبيض اللي إحنا كلنا عارفينه، زي البطاطس، مع إن الرز أسرع من البطاطس، بس ممكن برضه كمان البطاطس. فأنت وقت الفطار هتعتمد على الحاجات دي، وتخلّي بالك إن أنت لمّا تيجي تزوّد في الأكل مش هتزوّد في الكارب، ممكن تزوّد في أي نوع تاني، ممكن تزوّد من الشوربة، وممكن تزوّد من السلطة، ممكن كمان تزوّد من البروتين، لكن مش هتزوّد من الكارب أبدًا. في كمان حاجة هنا تخُص النقطة دي، وهو إن إحنا أحيانًا بنبقى عايزين نتمرّن في رمضان، وفي ناس بعد الفطار بتبقى يا إمّا حاسة بخمول، يا إمّا عندها شغل، يا إمّا الوقت مش مناسب إن هي تتمرّن قبل رمضان. عايز أقول لك إن لو أنت من الناس اللي أصلًا عايزة تخس فأكتر وقت مثالي ليك تتمرّن فيه هو قبل الفطار بنُص ساعة.
مش شرط تتمرّن تمارين جامدة جدًا في الgym، ممكن تجري نُص ساعة، ممكن حتى تمشي، ممكن تعمل أي نوع من الرياضة اللي أنت تقدر تعملها قبل الفطار بنُص ساعة بس، دي نقطة حلوة جدًا وهتفرق معاك في إن أنت تحرق دهون. برضه في حاجة كمان، وهو إن في ناس وأنا منهم مش باقدر أشرب مَيّة وسط الأكل، لإن أنا مش متعوّد إني أشرب مَيّة وسط الأكل خالص. رغم كده إحنا قُلنا إن السوايل في العموم بتحسّسك بالشبع، فممكن نبدِّل النقطة دي بإن إحنا نشرب شوربة، سواء قبل الأكل مثلًا كوباية أبدأ بيها وبعدين أبدأ أكل، وممكن كمان شوربة في نُص الأكل، دي حاجة كويسة جدًا، ودي بتكون بديلة للمَيّة اللي إحنا مش بنقدر نشربها وسط الأكل، ده في حالة إن أنت مش بتقدر تشرب مَيّة. لو بتقدر تشرب مَيّة انطلق، بس برضه ما تزوّدش كتير، لإن إحنا قُلنا إن دي ممكن تسبب لنا عُسر هضم، فإحنا مش عايزين ولا يمين أوي ولا شمال أوي، إحنا عايزين نكون في النُص. طيب دلوقتي يا يوسف إحنا كلنا الوجبة الأولى اللي إحنا قُلنا عليها، وخلّي بالك من كلمة وجبة، لإن إحنا قُلنا وجبة، وجبة معناها إن أنت محدد أكلك إيه هو، مش ما شاء الله فاتح السفرة قدّامك وبتاكل إلى أن يشاء الله، إحنا بنقول وجبة لإن إحنا المفروض هناكل أكتر من مرّة على مدار اليوم، ممكن 3 مرات وممكن كمان 4 مرات، ده عادي خالص. فكلنا الوجبة الأولى زي ما كنا بنقول كده، وبعدين يا يوسف الساعة جات 10 أو 11 وأنا ابتديت أحس بالجوع، المفروض أبدأ أعمل إيه؟ أقول لك يا صديقي عادي خالص، ده كنا لسه بنقول هناكل 3 مرات أو 4 مرات كمان لو عايزين. الحل هنا إن أنت عادي خالص هتجهّز وجبة تانية وتاكلها، ولكن هتراعي الشروط اللي إحنا قُلنا عليها، كارب قليل جدًا، البروتين بتاعك كُل زي ما أنت شايفه مناسب ليك، وكمان السلطة وبرضه الشوربة. من الوجبة التانية ممكن تبدأ تعمل حاجتين عكس بعض، أول حاجة إن الكارب بتاعك مش هيكون سريع، مش هيكون رز أبيض زي ما قُلنا، لو مش متاح غير الرز الأبيض ممكن يكون رز أبيض، لكن الأفضل من الوجبة التانية مش بيكون رز أبيض، بيكون كارب بطيء، الكارب البطيء فكرته إن هو بيقعد في الجسم مدة أطول شوية، فمش بتحس بالجوع بسرعة. طيب زي إيه الكارب البطيء؟ الكارب البطيء عندنا موجود منه زي البطاطا وزي الشوفان وكمان زي الرز البني، وفي أكتر من نوع كارب بطيء تقدر ترجع لهم وتقدر تاكل منهم. النقطة التانية إن إحنا نبدأ نشرب أقل شوية، أقل من وقت الفطار. طبعًا أنا مش باقول إن إحنا نمنع مَيّة أو نقلل مَيّة جامد أو حتى سوائل، ده غلط إطلاقًا وإحنا صايمين، لإن إحنا بنصوم في مصر حاليًا رينج ال13 ساعة وقبل كده كان أكتر كمان. في ناس برّه بتصوم أكتر من كده، بتصوم حوالي 14 و15 ساعة، فأنت خلّيك حريص إن أنت تكون بتشرب مَيّة بما فيه الكفاية، سواء المَيّة دي بتدخل لجسمك عن طريق هي مَيّة بالفعل أو سوايل أو حتى عصاير من غير سكر، كلّها سوايل، المهم تكون بتدخل جسمك بما فيه الكفاية. برضه في نقطة تانية من النقط اللي إحنا عايزين ننوّه عليها، إن من ضمن الكرب البطيء وهو العدس، ده موجود عندنا في مصر، مش عارف برّه بيسموه حاجة تانية، فإحنا هنقول عليه عدس دلوقتي. خلّي بالك إن العدس هو فعلًا من الكرب البطيء، ولكن ناس كتير وأنا منهم لمّا بنيجي ناكل عدس بنحس إن بطننا مش مرتاحة، سواء بيعمل غازات في البطن أو بيعمل حاجة زي مغص خفيف، بيخلّي البطن مش مرتاحة في العموم، وده معناه إن هو ضرب لك أنزيمات بطنك، فخلّي بالك من نقطة الكرب اللي أنت بتاخده، الكرب ده بيكون مريح لبطنك والّا لأ؟ لإن ممكن في وقت تروح تنقل على كرب تاكل منه بأي هدف إن ده اسمه كرب بطيء أو ده اسمه كرب سريع، وتلاقي إن بطنك مش مرتاحة. ودي أكبر نقطة ممكن تُقع فيها تزعّلك في رمضان، لو أنت كلت وجبة وما ريحتش بطنك، هتقعد باقي الوقت في الأغلب مش عارف تاكل وتكمّل باقي الصيام وأنت جعان، فخلّي بالك من حتّة الكرب هي داخلة جسمك مريحة ليه والّا لأ؟ في ناس بيتعب بطنها أو بيلخبط أنزيمات بطنها حاجة زي اللبن، رغم إن ده مش كرب ده بروتيني، في حاجات زي اللبن، في حاجات زي المعجنات، في حاجات زي العيش بتاعنا، خلّي بالك من نوع أكلك اللي بتاكله خصوصًا في رمضان، عشان هو كفيل يأثّر عليك لمدة يوم كامل، شامل الفطار ولمّا تدخل كمان على الصيام. فأنت خلّي بالك من النقطة دي وخلّيك حريص من أي نوع أكل بيعمل كده، استبعده تمامًا في شهر رمضان. إحنا كده قُلنا إن الوجبة التانية هنبدأ نخلّي الكرب بطيء، وفي نفس الوقت معانا البروتين إحنا حُرّين فيه، ومعانا السلطة، ومعانا باقي الحاجات اللي قُلنا عليها أو حتى المكسرات وهكذا. نبدأ ندخل على السحور، حد هيقول لي استنى، كده السحور دي الوجبة التالتة، أنا عايز آكل مرّة رابعة كمان، أو اللي هي مرّة تالتة قبل السحور. أقول لك يا صديقي الوجبة التانية تقدر تكررها تالتة ورابعة وزي ما أنت عايز. كرر الوجبة دي، خلّي بالك بس زي ما قُلنا من نوع الكرب اللي بيدخل جسمك وما فيش أي مشكلة. ندخل بقى على نقطة السحور، حاجة من أهم الحاجات اللي هتاخدها في السحور وهو البيض أو البروتين بتاعك، وبالتحديد أنا بافضّل البيض في الوقت ده، زائد الجبنة القريش بتاعتك أو اللبن لو مش بيعمل لك مشكلة في الهضم، لإن الجبنة القريش واللبن فيهم بروتين اسمه الكازين اللي هو الكازين بروتين، البروتين ده مهمته أو من خصايصه إن هو بيقعد في الجسم مدة طويلة جدًا، أحيانًا بتتخطى ال8 ساعات في بعض الأجسام، والطبيعي بتاعه إن هو 8 ساعات. فدي حاجة كويسة إن هو بيدخل جسمك يفضل يغذي جسمك لمدة 8 ساعات وأنت صايم، فأنت خلّي بالك من نقطة البيض، اللبن، والجبنة القريش، وطبعًا لو في واحدة منهم بتعمل لك مشكلة في الأغلب ممكن يبقى اللبن أو الجبنة القريش، لو في واحد منهم بيعمل لك مشكلة حاول تستبعده تمامًا، مش في السحور بس زي ما قُلنا ولكن استبعده في شهر رمضان كله. برضه خلّي بالك إن أنت السحور بتاعك المفروض تزوّد فيه دهون، ودي أول مرّة نذكر فيها سيرة الدهون، رغم إن إحنا فطرنا وكلنا مرّة أو مرتين ولكن لسه ما جبناش سيرة الدهون المفيدة. ممكن في السحور بتاعك تاخد دهون ودي هتكون في مصلحتك جدًا، لإن هي برضه الدهون بتقعد في الجسم فترة طويلة لحد ما تتهضم، فأصبح جسمك معاه بروتين بيهضم فيه وكمان معاه دهون، والدهون المفيدة هنا هنقصد
بيها حاجة زي صفار البيض اللي إحنا قُلنا بالفعل إحنا كده بناكل بيض، فصفار البيض من ضمن الدهون، وكمان زبدة الفول السوداني، وكمان لو بتاخد زيت زيتون على الأكل بتاعك أو على السلطة بتاعك، كل دي من ضمن الدهون المفيدة، وبرضه في حاجات أكتر من كده تقدر تشوفها تاني. المهم إن أنت تخلّي بالك إن في السحور بالتحديد تستبعد أي حاجة تكون بطنك مش بترتاح لها 100%، بمعنى كلمة 100% تستبعدها، وكمان زي ما أنت بتخلّي بالك إن أنت على السحور ما تاكلش حاجة حادقة أو موالح عشان ما تعطشش، كمان خلّي بالك إن أنت ما تاكلش أي كارب عالي ولا سكريات، لإن دي من الحاجات اللي بتجوّع. أنت زي ما أنت مخلّي بالك من المَيّة، خلّي بالك كمان من الحاجات اللي بتجوّع. السكريات والكارب العالي من الحاجات اللي لمّا بيدخلوا جسمنا بيرفعوا الأنسولين بنسبة كبيرة جدًا، وده بيخلّي إن أنت بعدها يكون عندك طاقة أو تقلب معاك بالعكس. في ناس بعد ما بتاكل بنسبة كبيرة كارب عالي أو سكر عالي، بعدها بييجي لها خمول، ففي جسم بييجي له خمول وفي جسم بييجي له طاقة، بغض النظر أنت أي جسم منهم، في الحالتين أنت بعدها طالما الأنسولين اترفع في جسمك، الأنسولين لمّا بييجي يترفع مش بيترفع واحدة، واحدة، ولكن هو بيكون زي تشارت طالعة مرّة واحدة، ولمّا بييجي ينزل برضه بينزل مرّة واحدة، فده اللي بيخلّيك فجأة كده بدون أي مقدمات أنا جعان، إيه اللي حصل يا جماعة أنا كنت من نُص ساعة حلو، دلوقتي أنا جعان جدًا، جدًا، جدًا. لمّا توصل للمرحلة دي يا صديقي، اعرف إن أنت يا إما دخّلت سُكّر عالي لجسمك، يا إما دخّلت كارب عالي، في الحالتين أنت غلط، وخلّيك حريص إن هُم ما يدخلوش جسمك بكمية كبيرة زي ما قُلنا، ويا ريت السُكّر تمنعه خالص. دلوقتي إحنا هنبدأ ندخل نقول كده كام ترِكّة أنا شايف إن هُم بيفرقوا معايا جدًا على مدار اليوم سواء في رمضان أو غير رمضان، بس الأول أنت اشتركت في القناة والّا لسه يا صديقي؟ أكتر من تلتين الناس اللي بتتفرّج على الفيديوهات أنا اتفاجئت إن هُم مش مشتركين في القناة، فخلّي بالك إن أنت تكون مشترك في القناة، لإن كمان الفترة الجاية بإذن الله هنقول للناس اللي كانت بتشرب قهوة زي حالاتي إزاي بتتخلّص منها من غير ما تأثّر عليها، وكمان هنتكلّم في حاجات برضه تفيدنا أكتر بخصوص الصيام وبخصوص صحّتنا. الفترة اللي فاتت كُنّا منزّلين عن الmedia buying وكمان كنت لسه باجهّز عن الSEO نبدأ ننزّل فيه أكتر من فيديو، بس لقيت إن إحنا قصّرنا تمامًا في حتّة الصحّة، وأنا هدف من أهدافي في القناة هنا إن زي ما بنتكلّم عن الشغل وعن الmedia buying كمان نتكلّم عن الصحّة، وإن إحنا إزاي نخلّي بالنا من صحّتنا ونحافظ عليها، لإن لو إحنا هنقول إيه الأهم شغلنا وتخصُّصنا والّا صحّتنا، ففي الأغلب دي طبعًا بنختار الصحّة، لإن أنت بالصحّة الكويسة بتقدر تشتغل أي شغل بإذن الله، العكس مش صحيح، أي شغل لو أنت صحّتك مش كويسة في الأغلب ممكن ما تقدرش تشتغله. فأنا شايف إن الصحة في الحتّة دي هي رقم 1 ورغم كده إحنا قصّرنا فيها الفترة اللي فاتت، فإن شاء الله الفترة الجاية هنميل أكتر لنقطة الصحة، وبرضه عشان شهر رمضان في الأغلب هو بيكون شهر عبادة بالنسبة لنا، وإزاي نطلع بأكبر إفادة ممكنة بإذن الله، فخلّينا دلوقتي نبدأ بالتريكات. أول واحدة حاجة من الحاجات اللي أنت لمّا تجرّبها هتفرق معاك جدًا، وهو إن الجسم مش بيفرّق هو عطشان والّا جعان، ولكن في الحالتين هو بيحسّسك بالجوع. عايز أقول لك مثال حاول تجرّبه في أقرب وقت ممكن ليك، سواء شُفت الفيديو ده في رمضان أو حتى بعد رمضان. وهو إن أنت لمّا تجوع في أي وقت، هات كوبايتين مَيّة كبار واشربهم، ونُص ساعة اعمل فيهم أي حاجة، يعني دلوقتي أنت جُعت، حسيت بإن أنت بالجوع، اشرب كوبايتين المَيّة، احسب نُص ساعة بالضبط اعمل فيها أي حاجة النُص ساعة دي، وبعدين اسأل نفْسك أنت دلوقتي جعان بنسبة قد إيه؟ في الأغلب وهتتفاجئ يا إما أنت هتلاقي نفْسك مش جعان أصلًا، يا إما هتلاقي نفْسك جعان بنسبة 20%، 10%، اللي هو أنا جعان بس مش حاسس إن أنا عايز آكل دلوقتي، ممكن آكل كمان 3 ساعات والّا حاجة. فالجسم يا صديقي مش بيفرّق هو في الحقيقة جعان والّا عطشان، بس في الحالتين بيحسّسك بالجوع، خلّيك فاكر النقطة دي، وخلّيك فاكر إن أنت تجرّبها في أقرب وقت، وقُل لي المَيّة فرقت معاك قد إيه. التريكة التانية اللي أنا شايف برضه اللي هي فرقت معايا، وهي أي وقت عايز تبقى أنت وعقلك على جسمك، بمعنى أدق عايز إن أنت تشبع بسرعة، أنا يوسف عايز أخس، بس بالاقي إن شهيتي مفتوحة وعايز آكل كتير أوي، عايز آكل بشراهة كده زي ما بنقول. فالحل يا صديقي في الوقت ده إن أنت تبدأ بطريقة الأكل اللي إحنا قُلنا عليها هنتبعها في رمضان، وهو إن الشوربة أولًا، ثانيًا السلطة، وبعدين بتستنى 10 دقايق أو ممكن بعد الشوربة كمان تستنى 10 دقايق وبعدها ترجع للسلطة، وبعدها كُل زي ما أنت عايز، ولكن في حدود الوجبة زي ما قُلنا. وكمان حاجة من الحاجات اللي هتفرق معاك جدًا إن أنت تاكل ببطء، أنا عارف إن الحاجات دي بتكون صعبة في وقت إن إحنا نطبّقها خصوصًا الأكل ببطء، نتيجة إن إحنا شايفين إن إحنا ما عندناش وقت وهكذا، على قد ما تقدر حاول إن أنت تاكل ببطء وتشرب مَيّة كويس أو شُرب كويس، دي هتلاقيهم فرقوا معاك جدًا في إن أنت مش بتفضل جعان بالدرجة اللي بتخلّيك عايز تاكل فيها كتير أوي، وكمان تجنّب إن أنت تكون بتتكلّم أو بتتفرّج على حاجة وقت الأكل. عايز أقول لك نقطة سمعتها من أكتر من حد من الناس المتخصصين في التغذية، وهو إن إحنا لمّا نكون بنتفرّج على حاجة أو بنتكلّم في موضوع وإحنا بناكل في الأغلب بناكل كتير جدًا أزيد من حاجتنا وإحنا أصلًا مش حاسين، وده نتيجة إن في حاجة شادة انتباهنا، حاجة خارجية سواء إن أنا باشوف فيلم أو باشوف حاجة أو باتكلّم مع حد في موضوع أنا شايفه إن هو مهم، بغض النظر عن الكلام ده صح والّا غلط، هو مهم والّا لأ، بس في الحالات دي إحنا بناكل من غير ما إحنا نكون واعيين ولا حاسين، فأنت تجنب الحاجات دي وقت الأكل لإن هي فعلًا بتفرق جدًا، وخلّيك فاكر إن بعد إذنك كُل وجبات، حُط الأطباق بتاعتك اللي أنت بتاكلها سواء قدّرتها إن هي صغيرة أو كبيرة شوية، بس المهم تبقى محدد أنت هتاكل إيه من قبل ما تبدأ في الأكل، لإن في الأغلب بيكون ما شاء الله إن إحنا بناكل ونتفاجئ بعد كده بكمية الأكل اللي إحنا كلناها، طبعًا كل ده جسمنا مش بيستفاد بيه. لإن برضه أنت أكيد عارف إن إحنا لمّا بناكل أزيد من احتياج جسمنا، كل ده في الآخر بينزل وإحنا مش بنستفاد بيه من الأساس، فأنت من الأول خالص كُل على قد احتياج جسمك وما تقلقش مسافة ما تطبّق الموضوع ده
بالكتير 5 أيام لأسبوع جسمك بيبدأ يتعوّد على كمية الأكل اللي أنت بتاكلها، وعلى نظام الأكل اللي أنت ماشي بيه، وحرفيًا على كل حاجة، وهتلاقي الكام حاجة اللي أنت كنت شايفهم صعبين معاك في الأول دلوقتي هُم مش صعبين وجسمك أصلًا متعوّد عليهم، وبتعملهم كمان من غير ما تحس. خلّيك فاكر إن أول كام يوم هي اللي ممكن الدنيا فيه ما تبقاش لطيفة، لكن بعد كده الدنيا بتكون كويسة جدًا، جدًا بإذن الله. ودلوقتي هنقول الترِكّة التالتة ولكن هي بتفرق لمّا أنت تستمر عليها، وكمان تكون طبّقت كل الحاجات اللي قُلنا عليها في الأول، وهي نقطة التوابل. حاجات زي الفلفل الأسود يا صديقي، وزي الكركم، وزي الجنزبيل، وخصوصًا إن الفلفل الأسود والكركم الاتنين دول بيكونوا مع بعض عشان يأدّوا وظيفتهم معاك كويس لمّا تستخدمهم على أكلك أو لمّا تستخدمهم لو أنت بتقدر تشربهم. أنا عارف إن مش أي حد هيقدر يشرب حاجة زي كده، بس في الأغلب إحنا بنستخدمهم على أكلنا بسهولة جدًا. الحاجات دي غير إن هي مفيدة للمناعة، ومفيدة لجهازك الهضمي جدًا، جدًا، وكمان مفيدة لو عندك التهابات في الجسم إن هي بتخلّصك منها. يعني شوف كل الحاجات دي كمان بتزوّد عندك نسبة الحرق، ودي الحاجة اللي تهمنا في الفيديو ده. معظم الحاجات اللي تكون بالنسبة لنا حراقة سِنّة صغيرة زي الجنزبيل مثلًا أو حتى زي الفلفل الأسود وكمان الكركم رغم إن هو مش حراق، إلا إن هو لمّا بيدخل الجسم بيزوّد عندنا نسبة الحرق، فأنت خلّيك محافظ عليهم وسط أكلك طالما أنت مش بتقدر تشربهم. لو بتقدر تشربهم دي هتكون حاجة كويسة جدًا، بس كمان خلّيك متأكد إن أنت تكون بتطبّق كل الحاجات اللي قُلنا عليها في الأول، لإن لو أنت جِبت أعشاب بتخسِّس أو مشيت على diet أو أي حاجة من الحاجات اللي إحنا بنسمع عنها دي، أو حتى استخدمت التوابل دي لوحدها من غير ما تكون أنت في الأصل مقلل السكر بتاعك ومقلل المقليات اللي بتدخل جسمك وكمان مقلل الدقيق ومحافظ على إن أنت بتاكل وجبات حتى لو بتاكلها كذا مرة على مدار اليوم مش مهم، المهم إن أنت بتاكل وجبات مش بتدخّل أكل لجسمك مرة واحدة كتير، فساعتها أي حاجة هتطبّقها أو هتمشي عليها من الdiet أو غيره في الأغلب مش هتكون ماشية معاك. في حاجة من الحاجات اللي جات في دماغي دلوقتي ممكن كمان إن أنا أشاركها معاك، وهو هل أنت فكرت ليه لمّا بنيجي نشتري fast food بيكون الأكل ما فيهوش ولا سلطة ولا حاجات بنشربها زي الشوربة أو حاجة زي كده؟ لإن هنا بيكون هدف من ضمن أهداف الوجبات دي إن أنت ما تشبعش، أنت عايز تاكل ويحط في دماغك إن أنت عايز تاكل تاني أو تمسك نفسك فتيجي تطلب بكرة، أو أنت تطلع جامد شوية وتطلب كمان أسبوع، بس في كل الأحوال أنت عايز تطلب تاني. الحاجات دي يا صديقي بتكون مدروسة كويس جدًا وعارفة إزاي إن هو لمّا يدّيك الحاجة إزاي هيخلّيك ترجع تشتري تاني. خلّيك فاكر إن أنت النظام الصح اللي تمشي بيه عشان تخس بيعتمد على إن أنت تشرب كويس، وإن أنت أكلك يكون قليل كارب، وكمان تستبعد أي دهون مضرة من الجسم. طبعًا من ضمن الدهون المضرة دي زي ما إحنا ذكرنا هي المقليات بعموها. أي حاجة بتتقلي في الزيت هي فجأة اتقلبت من حاجة مفيدة ونافعة لجسمنا لحاجة ضارة جدًا، جدًا للجسم. كده أنا شاركت معاك كل حاجة شُفتها مفيدة معايا في إزاي أخس دهون معيّنة. ما تنساش إن أنت لو عندك أي سؤال تسيبه لي في الكومنتات، ولو عندك حاجة معيّنة عايز نتكلم فيها برضه تهمنا في رمضان، برضه قُل لي في الكومنتات لإني بارُد عليك فيها بإذن الله، وأشوفكم الفيديو الجاي. سلام عليكم.